في البداية بتبدأ الإشاعات بكلام وهمسات بين الناس كل فين وفين. ناس تفتكرها نكتة وناس تصدقها وتعظمها، وبعدها الهمسات تكبر وتلبس ثياب الحقيقة، وتبدأ محطات الإعلام في الكلام عنها. والحقيقة يا عزيزي إن في نيزك هيخبط الأرض. هو ده يوم القيامة؟ هي دي آخرة الحياة؟ كل ده مش معروف، بس الأكيد إن دي نهاية كوكبنا. رواية في ممر الفئران للكاتب العظيم أحمد خالد توفيق هتاخدنا لرحلة مختلفة في عالم الكوابيس في ملحمة درامية كئيبة. والرواية دي في الأصل مستوحاة من إحدى قصصه الأصلية، أسطورة أرض الظلام، واللي تم إصدارها قبل وفاته بسنتين، سنة 2016. فعايزك تجهز سماعتك وكوباية الشاي عشان تكون على استعداد لتلخيص رواية في ممر الفئران. وما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناة عشان ده بيساعدنا نوصل المحتوى لأكتر عدد من الناس عشان يستفادوا بيه. ويلا بينا نبتدي. راجل في الأربعين من عمره يعتبر محظوظ بحياته البسيطة المملة، زوج لسيدة متوسطة الجمال وأب لطفلين سالمين من أي عيوب خلقية. مش بيسعى لحاجة في الحياة ولا يقدر يعادي أي شخص على وجه الأرض. بيقضي حياته زي أي موظف بسيط في النوم والشغل وممارسة حقوقه الزوجية، مستني ال20 سنة اللي فاضلين له في الحياة يخلصوا. الشرقاوي. الشرقاوي يا عزيزي هو الراجل المتوسط اللي بنتكلم عليه، واللي في يوم حس بوغزة في قلبه وراح لدكتور مستني يقوله أي مرض كبير يدخله أي شعور في حياته ممل. ولكن على عكس اللي كان مستنيه، ولا أي حاجة حصلت. كل الأجهزة والتحاليل بتقول إنه سليم، واللي خلى الدكتور يكتب له شوية منومات عشان يعرف ينام بالليل بكل بساطة. واللي بيروح بعدها مستغرب من الوجع اللي حس بيه، واللي في لحظة يفتكر إن الوجع ده كان تهيؤات. ولأول مرة بياخد فيها منوم ومن غير أي مقدمات لقى نفسه في ظلام تغميض العينين والنوم. واليوم ورا التاني بدأت تعجبه تأثير كيمياء الدواء مع خلايا مخه. وفي يوم ينام الشرقاوي كالعادة، بس المرة دي الظلام اللي كان بيشوفه كان موجود في آخره ناس كأنهم واقفين مستنيينه في ممر الفئران، الممر اللي بيبقى فارق بيننا وبين عالم تاني، والمعروف في عالمنا باسم الحلم. وفي الوقت ده في عالمنا كان الشرقاوي على سرير المستشفى من قلق أهله عليه، لأن المرة دي كانت غير أي مرة. المرة دي الشرقاوي مصحيش، بس كل المؤشرات والأجهزة بتوضح إنه سليم وعايش من غير أي سبب للي هو فيه. عينيه بتتحرك تحت جفنه بطريقة رهيبة، واللي بيخلي الدكاترة تعرف إنه واعي لحاجة بتحصل. بس إيه هي؟ هل هي حلم ولا كابوس؟ الوقت ده وقت الهستيرية العامة، ناس بتصرخ وناس بتبكي وناس بتضحك. أجراس الكنائس في كل مكان كأنها جنازة. والغريب إن في ناس اللي اتجه منهم لأقصى درجات التدين واللي اتجه منهم لأعتى درجات الفجور. وكل يوم ناس أكتر ما تقدرش تستنى الكارثة، واللي يفجر راسه بالمسدس أو ينط من فوق مبنى أو يبلع سم. وبقى كل الأهالي يوافقوا على جوازات بناتهم من غير مهر ولا طلبات عشان بس ما يموتوش لوحدهم. وكل الشقق والمباني بقت بسعر التراب عشان الناس اللي عايزة تلم أي فلوس تتبرع بيها وتعمل بيها أي حسنات لآخرتها. والعالم كله بقى بياكل وجبته الأخيرة. الكل بيدخن آخر نفس تبغ ليه. العالم كله واقف على طبلية الإعدام مستني اللحظة الأخيرة. ظلام. ظلام واسع ممكن إنك تحسه. ده اللي شافه الشرقاوي أول ما فتح عينه وسأل نفسه، هو أنا في المستشفى وأنا مش شايف حاجة ليه؟ دي أكيد آثار المنومات اللي عمال باخدها عمال على بطال.
أكيد هي. بس ثانية، هي دي كان ليها آثار العمى؟ لا لا لا، أكيد ده حلم، أكيد ده كابوس وهصحى دلوقتي. وكل الشك اللي في دماغ الشرقاوي قلب لذعر لما حس بنفس بني آدم جنبه، والشخص ده صرخ فيه وقال له انت ايه ما بتسمعش؟ جري الشرقاوي في ذعر لحد ما سمع صوت في الميكروفون: مستشفى مستشفى. فضل يجري ناحية الصوت بذعر شديد ويقول جوه نفسه: أكيد هناك حد هيعالجني. ولما وصل قعد عشان حد يفحصه، وعمال يسمع الدكاترة حواليه من كل ناحية بتشخص الناس بمرض الكساح، ويلاقي الدكتورة بتتحسس راسه بإيديها لحد ما وصلت على عينيه، وبدأت تضغط عليها جامد لحد ما صرخ من كتر الوجع، وقالت له بسرعة: ده يا حبيبي اكتئاب الظلام، وقوم بقى ما تضيعش وقتي في ناس كتير. وخرج الشرقاوي وهو خايف من انه مش شايف اي حاجة، ومستني يسمع صوت اي عربية تخبطه. بس كل اللي هو سمعه هو صوت بطنه من الجوع وريحة الكبدة المشوية اللي هتجننه، واللي كل ما يتحرك يشم الريحة أكتر لحد ما حس إنه وصل لشخص قدامه، واللي سأله: كام سندوتش يا أخ؟ قال له الشرقاوي ولعابه بينزل من بقه: 4، 4 بسرعة. رد الراجل وقال له: 5 جنيه. دور الشرقاوي في جيبه لحد ما لقى ورقة فلوس وراح مديها له عشان يرد عليه الراجل: كده يا سيدي معاك 95 جنيه. واللي اداهم له عبارة عن كام ورقة منهم اللي متني بالطول واللي متني بالعرض واللي معمول على شكل ودن كلب. واللي فهم منها الشرقاوي إن البياع زيه مش بيشوف، وإن الورقة المفروض اللي هو اداهاله هي من فئة 100 جنيه، وإن التانيات دي يعني بتعبر عن العملة. وبعد ما أكل الشرقاوي حس بالهبوط الشديد، وإنه محتاج ينام لأن كل اللي عدى بيه ده كان مرهق حتى للخيال، واللي خلاه يسأل عن أي أوتيل أو حاجة يبات فيها، ووجهه شخص المكان واللي لقى فيه أوضة ب50 جنيه. بس اللي استغربه هو طلب الراجل ببصمة من الشرقاوي، لأنه في دماغه بيقول: هيحتاجها في إيه الراجل ده وإحنا أصلا ما بنشوفش؟ واتفاجئ بالراجل بيمسك راسه وبيحط مادة زي الصلصال على ودانه، واللي منها فهم الشرقاوي إن الراجل كان يقصد إن ياخد شكل ودانه عشان يعرف بعد كده هو بيكلم مين لما يتحسس على ودن الشخص. وبعدها يروح الشرقاوي عشان ينام. وعايزك تتخيل معايا إنك لما تصحى ما تلاقيش في نور الشمس، تصحى على ضلمة برضه، تفتح عينك على اللي غمضتها عليه. ومجرد ما دخل الشرقاوي الأوضة يسمع صوت عالي قوي من الناس بره، وبدأ يحاول يتسند على الحيطة لحد ما وصل للشباك وفتحه عشان يشوف منظر السما فيها نقطة منورة بتعدي من شرقها لغربها. قدر إنه يشوف بالنور البسيط ده القاهرة زي ما هو متذكرها من البنايات والحوائط، لحد ما اختفى الشهاب من الناحية التانية من السما. وبدأ يدرك الشرقاوي إنه مش أعمى، وبدأ يفهم إن مفيش أصلا حد أعمى في العالم ده. بيمشي صاحبنا عشان يخرج من الأوتيل وسط أصوات الناس اللي حاسسهم حواليه بس مش شايفهم، سرحان في إن نفسه لو يقعد يتكلم مع حد رغاي عشان يسأله براحته ويلاقي إجابات، لحد ما خبط في حاجة، واللي بحسابات بسيطة قدر يقول إنه وصل لمكتب الراجل اللي بيحجز الأوض. وهنا وهو بيدور في جيبه خبطت في إيده ولاعة. ولاعة دي أكيد عدت معاه العالم بنفس الطريقة اللي هو جه بيها. ومن هنا يا عزيزي جت في بال الشرقاوي كل اللحظات اللي كان بيشوف فيها، وافتكر كل المناظر الحلوة اللي ممكن إنسان يتخيلها، وما كانش في حاجة في دماغه غير إنه لازم يجرب الولاعة عشان يشوف منظر أي حاجة. وأول ما ولعها، زي ما كلنا ما بنقدرش نفتح عينينا بعد الصحيان على طول، ده كان رد فعل الشرقاوي بعد ما جرب الولاعة واللي معاه كل الناس اللي حواليه في الأوتيل، عشان يتفاجئ برد فعل الناس اللي خلاه يقفل الولاعة في أسرع وقت ممكن. وعايزك تتخيل يا عزيزي كل صور الغضب الممكنة اللي ممكن تشوفها في بني آدم، وتعلى الأصوات: بيقفلوا الباب، ده كافر متمرد زنديق. ومجرد ما يسمع صاحبنا ويشوف
في اللحظة اللي ولع فيها كل المناظر دي، واللي بدوره راح جاري بأسرع حاجة عنده تجاه الباب اللي شافه، ويسمع من بعيد صوت الناس وهي بتقول: ده لوث الضلمة، احنا لازم نبلغ الكهنة. ويجري الشرقاوي وفي باله أسئلة كتير قوي عن اللي حصل. وقف الشرقاوي شوية عشان يلقط أنفاسه، وهو واقف سمع صوت بائع الجرايد وهو بيقول: اقرا الخبر، القبض على 5 من النوريين، اقرا الخبر. وقرب الشرقاوي من الصوت وهو بيفكر مين النوريين دول ومين اللي قبض عليهم، لحد ما خبط في بتاع الجرايد عشان يلاقي الجرايد معمولة بطريقة برايل. وهو بيحاول يفهم حاجة من الجرايد لقى البائع بيقوله: لو انت اللي بيدوروا عليه الحق اجري. في ذهول تام الشرقاوي لقى الراجل بيخبطه بحتة قماشة ريحتها صعبة قوي عشان يقوله: غير اللي انت لابسه ده بسرعة، الكلاب والبوليس قدامهم 5 دقايق. الشرقاوي بيغير وهو مش فاهم حاجة، بس لقى نفسه بيعمل كده من كتر الخوف، لحد ما بدأ يسمع فعلا صوت الكلاب وهي بتهوهو، واللي منها فهم ان الناس دي من كتر تعودها على الضلمة حواسهم بقت اقوى، وزقوا الراجل بسرعة وقال له اجري. وفعلا جري الشرقاوي وهو بيخبط في كل حاجة حواليه على امل انه يكون بيمشي في خط مستقيم مش بيجري في دوائر. وبدأ يسمع أصوات كتيرة داخلة في بعض، بتحاول الأصوات دي ترشد الناس لأماكن معينة زي المستشفى أو البنايات الحكومية، بس عرف يميز صوت بيقول متحف مصر، وراح رايح ناحيته بسرعة وهو بيقول في نفسه: أكيد مش هيفكروا إن هناك، وأكيد الكلاب مش هتخش هناك. ولقى نفسه في طابور الناس اللي بتعدي من جهاز كشف المعادن، وما دخل سمع صوت بنت بتشرح تمثال إخناتون وبتوصفه للناس وبتجمعهم عشان يتحسسوا الوش، لأنهم يا عزيزي ما بقوش بيشوفوا التماثيل بس بقوا بيتحسسوها. وبعدها حاول الشرقاوي إنه يخرج من مجموعة الناس اللي معاهم لحد ما دخل من باب حس فيه إنه لوحده، وبدأ ينده بصوت عالي عشان لو حد موجود يرد عليه. ولما استقر إنه لوحده قرر إنه يجرب الولاعة تاني عشان نفسه يحس بلذة البصيرة ولو لمرة واحدة كمان. وفعلا فتح الولاعة عشان يتفاجئ بالمنظر، إن يا عزيزي مفيش أي تماثيل حواليه أو آثار، وإن كل اللي حواليه مكعبات أسمنت معمولة بدقة كبيرة. وبدأت علامات الاستفهام تظهر في دماغه تاني عن اللي بيحصل في العالم ده. وبعد دقيقة تقريبا بدأت إيده تديله إنذار إنه يقفل الولاعة من كتر الحرارة، وعشان يلمح من بعيد راجل ساكت واقف وفوق عينه جهاز شبه عين الدبانة. ولقى الراجل بيقرب منه في هدوء وبيقوله: أنا متابعك بقالي شوية، لو عايز ما يتقبضش عليك تعالى ورايا. وهنا حس الشرقاوي إن ما عندوش اختيارات كتير، ولقى إن الراجل بيمسك إيده وبيجره وراه كأنه شايف هو رايح فين. هو اللي كان على عينيه ده بيخليه يشوف، لحد ما وصل ولقى الراجل بيقوله: أهلا بيك في بيت نوري من النوريين. مين النوريين ومين الكومودان؟ أسئلة كتير هنجاوب عليها في الجزء التاني من ملخص ممر الفئران. ولو وصلتوا لهنا ما تنسوش تعملوا شير وسبسكرايب للقناة عشان نقدر نوصل المحتوى لأكتر عدد من الناس عشان يستفادوا بيه. ومستنيكوا في الكومنتات ترشحولي كتب وروايات عايزين إنها تتلخص. وشكرا.